الثقافة المغربية ليلة عيد الأضحى هي ليلة الفرحة، صلة الرحم والتحضير الأجمل أيام السنة. العائلات كتجمع والقلوب كتصفى، ولكن في القلب المدينة الحمراء مدينة مراكش، في الوقت اللي كانت فيه الناس كتسنى بهجة العيد، كانت كاينة خطة شيطانية كتنفذ وسط السكات. خطة ما فيها صلة الرحم، بل فيها الغدر، الحقد صامت تجمع سنوات، والنهاية مأساوية هزات المغرب كامل. هذه قصة مجزرة ليلة العيد، جريمة اللي بكات مراكش وصدمات المحققين ملي لقاو بلي السفاح اللي نهى حياة العائلة هو نفس الشخص اللي كان كيبكي معاهم ويمثل دور الضحية. الحكاية ما كتبداش بالسلاح ولا هجوم مفاجئ، بل بدات بسنوات من الحسد والغيرة والصراعات المخفية على الإرث والعقارات بين أفراد العائلة وحدة. الجاني كان شخص كيبان عادي درويش وما كيدير مشاكل مع حد، ولكن وراء هذا القناع كان كاين بركان ديال الكراهية كيكبر كل نهار. هو كيشوف المقربين منه ناجحين وعايشين في رخاء، بينما هو كيحس براسو مظلوم ومهمش. وبدل ما يواجه المشاكل بالعقل، خلى الشيطان يسيطر على دماغه. اختار اغلى ليله عند المغاربه باش ينفذ الانتقام الاسود ديالو. استغل الجاني الروينه والزحام ديال العيد، كل شيء لاهي، كل شيء خارج يتسوق، وكيوجد دخل لدار الضحايا وهو لابس قناع الثقه والقرابه العائله، ومخبي معاه اداه الجريمه. في ظرف دقائق معدوده تحول القصر الفرحه لمسرح الدماء بامتياز. صفى غليله في الناس من دمه بلا ما يعرف لا قرابه لا حنين لا رحيم، وبلا ما تسمع ليهم حتى صرخة الاستغاثة وسط الحي اللي كان عامر بالحركة. المرعب في هذا السفاح هو الذكاء الإجرامي البارد اللي تعامل به بعد ما كمل المجزرة ديالو. ما هربش وما ارتكبش، رتب كل حاجة بلاصتها، مسح الخيوط الجريمة وخرج وسط الظلام بحال إلا ما دار والو. في الصباح ديال يوم العيد ملي اكتشفت الكارثة وصدمات الجيران والناس، كان جاني هو الأول واحد وصل للمكان وبدا كيبكي بحرقة، وكيواسي المقربين وكيطالب الامن باش يشدوا المجرم. ولكن كيفاش قدرت الشرطه القضائيه تكتشف الخدعه، وشنو هو الغلط البسيط اللي دار هذا السفاح وخلاه يطيح في يد البوليس يوم العيد؟ نهار قرر الجاني ينفذ التصفيه ديالو، ما خلى والو، اختار ليله عيد الاضحى بالضبط، حيت عارف بلي هاد الليله كلشي كيكون مشغول. العيالات في الكوزينه كيوجدوا، الرجال برا كيقادوا اللوازم العيد، والزنقه عامره بالحركه والضجيج اللي غيغطيو على اي صوت غريب. دخل الدار بملامح بارده وبلا ما يثير اي شكوك، حيت كيف ما كان الحال هو واحد من العائله وملف يدخل ويخرج عادي. الضحايا استقبلوه بترحيب ديال العيد، ما كانوش عارفين باللي هذا الشخص جاب معاه نهاية السطر ديال حياتهم. الجاني استغل اللحظة اللي انفرد فيها مع الضحية الأولى في واحد البيت معزول، وهجم عليها بدم بارد وبسرعة خيالية بلا ما يعطيها فرصة حتى تصرخ ولا تدافع على راسها. الحقد اللي كان مجمع في قلبه لسنوات تحول لقوة تدميرية مرعبة في ديك الدقائق. الخطير في الأمر هو أنه ما حبسش هنا، الذكاء الإجرامي البارد ديالو خلاه يتسنى الضحية الثانية اللي كانت برا البيت. جلس وسط الظلام كيشوف الدماء اللي تسيلات فوق السجادة، وكيتسنى بقلب ميت غير يدخل الشخص الثاني، حتى تفاجأ بالهجوم المباغت وطيحوا الأرض في رمشة عين. المجزرة الحقيقية دارت بدم بارد وفي سكات تام وسط حي شعبي، بلا ما يعيق به حتى شي حد ولا أي حد مار من ديك الجهة، لا جوارين. أجواء العيد ديما عندنا معاه ذكريات. ورا ما كمل الجريمة ديالو ما هربش وما ارتكبش بحال أي مجرم عادي. هنا فين كيبان البرود الشيطاني. مشى غسل يديه، رتب حوايج اللي طاحوا في الأرض، وقفل الباب بكل هدوء تام، خرج الزنقة، اندمج وسط الزحام ديال ليلة العيد، ورجع لدارهم ونعس عادي بحال إلا ما وقع والو. في الصباح ديال يوم العيد ناضت الروينة، الجيران والأقارب اكتشفوا الكارثة. الصدمة كانت خيالية في مراكش والمغرب كامل. الجثث من العائلة وحدة طايحة في الدماء وغارق. البوليس والشرطة القضائية حاصروا المكان، وهنا دار الجاني اللقطة اللي دوخات كلش. جا كيجري كيبكي بحرقة، كيطيح للأرض وكيغوت بالصدمة، لدرجة أن الجيران والبوليس براسهم كانوا كيواسيوه ويصبروه. كان كيمثل دور الضحية مصدوم بامتياز واحترافية. تفوت كبار ممثلين لهوليود.
ولكن كما كنقولوا ديما ما كايناش شي جريمه كتكمل. هاد السفاح البارد واخا رتب كلش دار غلطه وحده صغيره وبسيطه بزاف هي اللي غتخلي المحققي الشرطه القضائيه يشكوا فيه وغتقلب عليه الطاوله يوم العيد بالضبط. شنو هي هاد الغلطه؟ في الوقت اللي كانت فيه عائلات مراكش كتعيد وكتفرح، كان القصر العداله والمقر الشرطه القضائيه مشعولين بالعافيه. القضيه كبيره ومرعبه هزات الراي العام في ليله العيد. المحققين بداو كيسولوا كاع الناس، والجاني كان جالس معاهم كيبكي ويقول شكون هذا المجرم اللي دار فينا هذه الحاله ليله العيد. التمثيليه ديالو كانت متقونه لدرجه خلات كل شيء يتفادى يشك فيه، حيت مع عائله والضرر ديالو كيبان كبير. ولكن رئيس فرقه التحقيق كانت عنده نظره اخرى. بحكم الخبره ديالو مع كبار المجرمين لاحظ باللي هذا الشخص كيمثل بزاف اكثر من القياس، والحزن ديالو باسل ومصطنع. والخطير هو ان عينيه كانوا حمرين بالخوف ماشي بالدموع. هنا فين دخل البوليس على الخط وبدات عمليه المسح الدقيق لمسرح الجريمه. الجاني كان كيصحاب ليه باللي يمسح كلش، ولكن البوليس والشرطه التقنيه استعملوا ماده لومينول اللي كتكتشف بقع الدم مخفيه واخا تكون ممسوحه بجافين 100 مره. تما بدات الحقيقه كتخرج وسط الظلام. لقاو اثار خطوات ديال الصبابط مشات نيشان لواحد المجرى ديال الماء فين تغسلوا يديه. المحققين عزلوا الجاني بذكاء وبداو كيسولوه اسئله روتينيه: فين كنتي ليله العيد بالضبط ومع من هضرتي؟ هنا الجاني ارتبك وبدا كيتناقض في الهضره ديالو، والاوقات اللي عطى البوليس ما كانتش مطابقه مع تقرير الطبيب الشرعي اللي حدد وقت الوفاه. ولكن الصدمه الكبرى والضربه القاضيه اللي طيحاته هي ملي البوليس داروا تفتيش دقيق للملابس والصباط ديالو اللي كان لابسهم ليله العيد. واخا غسلهم ونظفهم بذكاء، لقاو بقعه دم صغيره بزاف كتشوش بالعين المجرده لاصقه في واحد الثنيه ديال اللبسه ديالو. ملي تحلات ديك البقعه في المختبر تفرقعات الرمانه. الدم كيرجع للضحايا، تما واجهوه بالدليل العلمي الحاسم اللي ما فيه لا تمثيل ولا كذوب. الجاني شاف راسو محاصر بالادله وتم تلاحت عليه لهيبه البوليس وطاح في الارض وبدا كيعترف بكلش، وصدم المحققين الدافع الحقيقي ورا هاد المجزره. في غرفه التحقيق وتحت ادله علميه وبقع الدم اللي فضحت كل شيء، طاح القناع الشيطاني ديال الجاني. نهار تماما وبدا كيتكلم، واعترافات ديالو صدمات حتى المحققين اللي موالفين ويشوفوا ابشع جرائم. الجاني اعترف بالدافع ما كانش ناوي السرقه ولا الدفاع عن النفس، بل كان الحقد والحسد. قال لهم دم بارد، ما قدرش نشوفهم فرحانين وعايشين حسن مني. الشيطان عماني وخلاني نخطط لهاد الليله لسنوات. صدم كل شيء ملي كشف كيفاش رتب التفاصيل وكيفاش كان كيمثل البكاء والحزن يوم العيد وسط الجيران والبوليس باش يبعد الشبهه على راسه. الملف داز بسرعه لمحكمه الاستئناف، وفي جلسه تاريخيه وقفات العائله الضحايا والدموع في عينيهم كيشوفوا هذا المجرم اللي غدر بهم في ليله الفرحه. الحجج والادله العلميه ديال الشرطه القضائيه كانت قاضيه وما خلات ليه فين يهرب. وبعد مداوله انطق القاضي بالحكم ورد الحق لصحابه. حكم عليه بالإعدام. الحكم التاريخي اهتزت ليه قاعة المحكمة وتبلع الستار على آخر فصول المجزرة ليلة العيد بمراكش. هكذا سالت القصة السفاح البارد اللي بغى يطفي فرحة العيد وسالاو معاه سنوات ديال الحقد والحسد وراء السجن في انتظار تنفيذ القصاص. القصة كتعطينا عبرة قاسية بزاف. الحسد والكراهية هما أول خطوة نحو الهاوية، وجريمة مهما كانت ذكية عمرها غتكون كاملة قدام العدالة السماء واليقظة نتاع رجال الأمن. إلى أثرت فيكم هذه القصة الحقيقية المؤلمة من أرشيف قضايا المغربية، خليو لايك وشاركونا آراءكم في التعليقات. واش هذا حكم كافي في حق هذا الغدار؟ وما تنساوش تشاركوا في قناة حكاية ميد وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كان معكم ميد ونتلاقاو في حكاية جديدة. بقاو على خير.